بقول لك موضوع اعتزال بركات وابو تريكه خلى الضغط عليا اكتر شويه. انا مش هختلف طبعا ومش هنكر ده، انما انا برضه بصيت للمصلحه العامه. يعني قلت الفرقه فيها شباب كتير صغير وما بركات اعتزل وحسام غالي مشي وابو تريكه اعتزل حسيت ان الكبار اللي هم كانوا عاملين دفع حواليا دفعتك مش دفعتي، ده هم كلهم اصغر مني. لا يعني اكتر ناس الناس اللي استمروا انا معاك عشت معاهم الفتره دي فتره كلها طويله. فالناس دول عارف زي ما نقول كده بالبلدي كده قطعوا فيا قوي يعني. فكان لازم حد فينا يستمر شويه مع المجموعه اللي موجوده وده الكابتن يوسف وكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلمنا فيه واحنا في المغرب وقبل ما نسافر المغرب كمان بدايه الموسم. فحتى ما جينا في المؤتمر الصحفي اللي كان بتاع كاس العالم للانديه، في صحفي من الصحفيين سالني على الاعتزال امتى والكلام من ده. فاحنا قاعدين في المؤتمر الصحفي الكابتن سيد راح عمل لي كده، شاور لي كده اللي هو ما تجاوبش وما تردش والموضوع ما اللي هو منتهي يعني. فانا حتى لما جيت اخد القرار بتاع المؤتمر الاخراني ده ما قلتش للكابتن سيد، قلت لان انا عارف انه هيرفض. فحتى قلت للكابتن يوسف بس واحنا داخلين المؤتمر، مش اكتر من كده يعني. طب والكابتن سيد قال لك ايه بقى بعد ما قلت الكلام ده؟ لما عرف بقى اما انا ما رجعت من المؤتمر انا وكابتن يوسف فضلنا قاعدين في اوضه اللبس شويه في الاستاد. كان قاعد بيتكلم في التليفون فتقريبا حد قال له يعني ان انا قلت كذا وكذا وكذا. فبينادي لي وبيقول لي ليه قلت كده مش عارف. فقلت له خلاص يا كابتن، هو انا كنت ناوي والحمد لله وخدت القرار، واتمنى التوفيق للنادي وليا في حياتي بعد كده يعني.